اتصدر أنانت أمباني ابن أغنى وأسرى رجل في آسيا ترند، وده بعد انتشار خبر زواجه من بنت تاني أغنى رجل في آسيا. اللي لسه ما اشتركش في قناة حكاياتك مع هلا يفعل جرس القناة ويدعمنا باللايك والكومنت وسبسكرايب لقناة حكاياتك. أنانت أمباني ركب الترند وبسرعة، وبالرغم إن هو لسه عنده 28 سنة، لكن طبعا عشان هو ابن أغنى أغنياء آسيا وأغنى رجل في العالم في آسيا، فعشان كده كل الأنظار التفتت حوله. أنانت أمباني ابن أغنى رجل في آسيا مكيش أمباني، وخطيبته راديكا ميرشانت عندها 29 سنة، ومن المقرر عقد قرانهم في يوليو تموز المقبل، وهيستمر حفل الزواج 5 شهور. والحفل أحياه مجموعة كبيرة جدا من النجوم والفنانين، وحضر الحفل مجموعة كبيرة جدا من النجوم من مختلف أنحاء العالم. وحفل زفاف أنانت أمباني كان ملفت للنظر جدا، وده لأن الحفل كان فيه كم إسراف وبذخ رهيب جدا، وده اللي لفت نظر المتابعين على السوشيال ميديا وخلى العريس اللي لسه ما جابش 28 سنة يبقى ترند في لحظة. وتصدر أنانت أمباني الترند أكتر لما ظهرت النجمة والمطربة الأمريكية ريهانا في الحفلة، وأعلن أنانت إن أجر ريهانا في الحفلة 9 مليار دولار. لا، وده لأن ريهانا أحيت الحفل من أوله لآخره. وكشف والد أمباني إن هو هيقيم حفل كبير جدا أكبر من اللي أقامه لبنته الكبرى سنة 2018، وجذب حفل الزفاف جميع الصحف من جميع أنحاء الهند، واللي هتشهد زواج أنانت أمباني من راديكا ميرشانت ابنة عائلة أعمال معروفة بتدير شركة إنكور هيلث كير، ودي شركة أدوية هندية كبيرة. كانت تقارير إعلامية إن انطلاقة الحفل الزفاف هتتم في الشهر المقبل، في حفل هيستمر لمدة 3 أيام، هيقام في حديقة مساحتها أكتر من 3000 فدان. أكيد كمان إن الحديقة اللي هيقام فيها الحفل بتحتوي على 10 مليون شجرة، وأكبر بستان مانجا في آسيا. يلا بسرعة تابعونا دايما على قناة حكاياتك عشان تشوفوا كل جديد في عالم الفن والمشاهير لحظة بلحظة. لو الفيديو عجبكم هستنى اللايك والكومنت وسبسكرايب لقناة حكايات.